بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل الامتحان الثامن محافظة الدقهلية علوم تالتة اعدادي ترم تاني كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان 2024. السؤال الاول اكمل. ينتج نقط من الخلايا الكهروكيميائية تيار كهربي مستمر، وينتج نقط من المولدات الكهربية تيار كهربي متردد. طيب رقم 2، جول على كولوم في أوم تكافئ جول على كولوم في أوم. جول اللي هو الشغل، كولوم اللي هو كمية الكهربية، أوم اللي هي المقاومة. الشغل على كاف اللي هي جيم، جيم على ميم هتساوي ت. ت اللي هي شدة التيار، وحدة قياسها الأمبير، إذا جول على كولوم في أوم تكافئ الأمبير، وهي وحدة قياس شدة التيار. طيب بعد كده نقط 2NaNO3 بالحرارة يساوي، ده انحلال نترات الصوديوم بتنحل إلى نيتريت الصوديوم وغاز الأكسجين. طيب رقم 4، هرمون نقط وظيفته معاكسة لوظيفة هرمون الأنسولين. مين اللي وظيفته معاكسة لهرمون الأنسولين؟ الجلوكاجون، ويقوم نقط بإفرازهما البنكرياس، هو اللي بيفرز الاتنين. طيب رقم 5، من أمثلة العناصر المشعة نقط ونقط اليورانيوم والسيلينيوم. طيب بعد كده رقم ب، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن، ده تعريف معدل التفاعل الكيميائي. طيب رقم 2، أعضاء تفرز الهرمونات وتصبها في مجرى الدم مباشرة. مين اللي بيفرز الهرمونات؟ الغدد الصماء. طيب رقم 3، كمية فيزيائية وحدة قياسها تكافئ فولت في كولوم. فولت في كولوم، فولت اللي هي وحدة قياس جيم، في كولوم اللي هي وحدة قياس كاف. جيم في كاف بتساوي الشغل، شغل، إذن الشغل المبذول. طيب رقم 4، مادة كيميائية تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية في الكائن الحي، ده الإنزيمات. طيب رقم ج، مصباح كهربي مقاومته 24 أوم وفرق الجهد بين طرفيه 12 فولت. احسب مقدار الشغل المبذول لإضاءة المصباح 5 دقائق. لإضاءة المصباح 5 دقائق. عاوز الشغل هيساوي ج في كاف. عندي ج بس ما عنديش كاف، اجيب كاف. كاف هتساوي ت في زين. عندي زين بس ما عنديش ت، قانون اوم. اجيب ت، ت هتساوي ج على ميم. ج ب12 وميم ب24 هتساوي نص امبير. اجيب كاف هتساوي نص في زين 5 ونحولها لثواني في 60 هتساوي 15 كولوم أو 150 أوم.
طيب هنشغل القانون الأولاني، الشغل بيساوي ج في كاف، ج ب12 وكاف ب1500 هتساوي 1800 جول. إذا الشغل هيساوي 1800 جول. يبقى احنا جبنا ت من قانون أوم، ت هتساوي ج على م، 12 على 24 هتساوي نص أمبير. وبعدين نجيب كاف هتساوي ت في زين، ت بنص اللي احنا جبناها من هنا في 5 اللي هو الزمن في الدقائق ب60 هتساوي 150 كولوم. وبعدين الشغل هيساوي ج في كاف، 12 في 150 هتساوي 1800 جول. طيب رقم 2، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، أي المواد التالية لا تعطي ناتج أسود عند تسخينها؟ CuOH/2 بتدي ناتج أسود، HgO بتدي Hg فضي اللون زائد غاز الأكسجين، إذن ال HgO. طيب رقم 2، إذا زاد فرق الجهد بين طرفي موصل للضعف عند درجة حرارة معينة فإن مقاومة الموصل تزداد للضعف ولا تقل للنصف ولا لا تتغير ولا تقل للربع؟ مقاومة الموصل ثابتة، إذن لا تتغير. طيب رقم 3، عند تزاوج ذكر وأنثى كلاهما يحمل التركيب الوراثي بكابيتال بسمول فإن النسبة بين عدد الأبناء التي تحمل التركيب بكابيتال إلى عدد الأبناء الكلي 1:2 ولا 3:4 ولا 2:4 ولا 1:4؟ مين اللي تزاوج؟ بكابيتال، الاتنين بكابيتال بسمول، بكابيتال بسمول مع بكابيتال بي سمول. الجاميتا بكابيتال وهنا بسمول وهنا بكابيتال وهنا بسمول. الناتج بكابيتال 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 بسمول بكابيتال بسمول بسمول بسمول. نسبة البي بي بكابيتال بكابيتال قد ايه؟ ده 25% وده 50% وده 25%، يبقى 25% يعني 1:4، إذن 1:4. طيب رقم 4، تقاس الشحنة الكهربية التي تمر خلال مقطع من موصل في الثانية الواحدة، تقاس بوحدة. هي كمية الشحنة الكهربية اللي بتمر خلال مقطع من موصل في الثانية الواحدة، ده تعريف شدة التيار. طيب شدة التيار يقاس بوحدة ايه؟ يقاس بوحدة كولوم ولا أمبير ولا فولت ولا أوم؟ أمبير. طيب بعد كده صوب ما تحته خط. رقم 1، يعمل هرمون الاستروجين على ضبط مستوى الكالسيوم في الدم، ده هرمون الكالسيتونين. طيب رقم 2، يمكن التحكم في شدة التيار المارة في الدائرة الكهربية باستخدام الأعمدة الكهربية، ده باستخدام الريوستات. لما غير طول سلك الريوستات تتغير المقاومة وبتتغير شدة التيار. طيب رقم 3، تفاعل حمض مع قلوي ينتج أكسيد فلز وملح وماء. حمض مع قلوي زي ال HCl مع ال NaOH ينتج NaCl ومية. NaCl ده ملح، إذا ينتج ملح مش أكسيد، ملح الحمض. طيب رقم 4، يعبر التفاعل Cl2 زائد 2 إلكترون سالب يساوي 2Cl سالب، ده عملية اكتساب إلكترونات، إذا عملية اختزال. طيب رقم ج، وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج نبات طماطم ثماره حمراء اللون R small مع آخر ثماره خضراء اللون، ثم اذكر صفات الجيل الناتج ونسبة الأفراد الناتجة. مين اللي تزاوج؟ ثمار طماطم حمراء اللون R small مع آخر ثماره خضراء R small. طالما الحمراء R small يبقى صفة الثمار الحمراء تسود على صفة الثمار الخضراء، إذا الأخضر R small دول الآباء.
الجاميتا هنا ار سمول وهنا ار كابيتال وجاميتا ار سمول، هيساوي ار كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول. 50% اخضر الثمار و50% احمر الثمار. ده الجيل الاول وده النسبة وده الجاميتات. طيب بعد كده السؤال الثالث. أولا من المعادلتين المقابلتين 2A زائد 2NA يساوي 2NaOH زائد B، والمعادلة الثانية B زائد CuO ينتج Cu زائد A. اكتب الصيغة الكيميائية لكل من A و B. ده تفاعل الصوديوم مع مادة نتج هيدروكسيد الصوديوم ومادة تانية. إذا تفاعل الصوديوم مع الماء، إذا A اللي هو H2O 2H2O. طيب ونتج البي اللي هو غاز الهيدروجين، إذا B هيدروجين، وهنا ال A اللي هو إيه H2O. طيب رقم 2. ما نوع كل من التفاعلين 1 و 2؟ 1 إحلال بسيط، و2 أكسدة واختزال، أكسدة واختزال. طيب رقم 3. كيف تكشف عن الناتج B اللي هو غاز الهيدروجين؟ بكشف عنه ازاي؟ باستخدام عود ثقاب مشتعل يشتعل بفرقعة. طيب ثانيا اكتب التركيب الجيني للأفراد التي ينتج عنها الأمشاج التالية. A capital small دي الأمشاج. طب الآباء كانت ايه؟ A capital small. مع بعض نجمعهم تاني. طيب Y capital R capital Y capital R small نجمعهم تاني. Y capital Y capital R capital R small. نجمع الأمشاج تاني. طيب رقم ب. استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. رقم 1 الأمبير الأوميتر الفولتميتر الأميتر. مين المختلف؟ الأمبير، والباقي أجهزة، لكن الأمبير ده وحدة. إذا أجهزة في الدوائر الكهربية. طيب رقم 2 الصوديوم الكالسيوم الفضة البوتاسيوم. مين المختلف؟ الفضة، والباقي عناصر تتفاعل مع الماء أو فلزات تتفاعل مع الماء. طيب رقم 3 لون الجلد لون الشعر فصيلة الدم تعلم السباحة. مين المختلف؟ تعلم السباحة دي صفة مكتسبة، والباقي صفات وراثية. طيب رقم 4 المقاومة الكهربية كمية الشحنات الكهربية فرق الجهد شدة التيار. مين المختلف؟ كمية الشحنات الكهربية، والباقي إن ميم بتساوي جيم على ت قانون أوم، والباقي قانون أوم. ميم بتساوي جيم على ت، أو المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. طيب رقم ج في الشكل المقابل 5 أعمدة كهربية متماثلة القوة الدفعة الكهربية للعمود الواحد 3 فولت. احسب قراءة الفولتميتر. هنا الدايرة مفتوحة والفولتميتر متصل مع العمود ده بس، إذا قراءة الفولتميتر هتسجل الواحد ب3 فولت اللي هو العمود ده بس. طيب رقم 2 شدة التيار المار في المقاومة 2 أوم عند غلق الدائرة. عاوز شدة التيار، عاوز شدة التيار. هنحسب جيم لما نقفل الدايرة، هتبقى الأعمدة كلها بقى ايه موصل لها كهرباء. إذا جيم هتساوي قاف للأعمدة المتصلة توازي زائد قاف للأعمدة المتصلة توالي. دول كده ب3، والأعمدة المتصلة توالي ده ب3 وده ب3 يبقى 6. 6 و3 هتساوي 9 فولت. طيب عندي جيم وعندي ميم، أجيب ت.
ت هتساوي ج على م. ج ب9 وم ب2 هتساوي 4.5 أمبير. طيب رقم 4، السؤال الرابع. في التفاعل المقابل عاوز العامل المؤكسد والعامل المختزل. عندي الام جي عدد الذري 12، كان ذرة مفردة. توزيع الإلكتروني ال 12 هنوزعهم 2 8 2، هيفقد 2 إلكترون، إذا يحصل له أكسدة، إذا هو عامل مختزل. يبقى العامل المختزل اللي هو ذرة المغنيسيوم اللي هو الام جي. طيب هنا كان أيون اتحول لذرة، كان أيون فاكتسب إلكترونات، حصل له اختزال، إذا هو عامل مؤكسد، إذا أيون الهيدروجين اللي هو ده. طيب ثانيا، من المسؤول عن كل من حمل المعلومات الوراثية داخل الكروموسوم؟ الجينات. طيب رقم 2، تحفيز عملية نمو بطانة الرحم، هرمون البروجسترون. طيب رقم ب، أولا اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. تستخدم مادة نقط كعازل كهربي في صناعة الأجهزة، تيتانيوم ولا الألومنيوم ولا البورسلين ولا القصدير؟ البورسلين هي دي اللي مادة عازلة. طيب رقم 2، ينعزل عملي الصفة الوراثية عن بعضهما عند تكوين الأمشاج ولا البذور ولا الثمار ولا المناسل؟ الأمشاج، العوامل بتنعزل عند تكوين الأمشاج. طيب رقم ثانيا، اذكر الحالة المرضية الناتجة عن زيادة إفراز هرمون الثيروكسين. الجويتر، الجحوظي. طيب نقص إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة يحدث قزامة. طيب علل، تحفظ الأطعمة في الثلاجة. ليه بتحفظ الأطعمة في الثلاجة؟ لأن درجة الحرارة المنخفضة اللي بتوفرها الثلاجة بتخفض من سرعة التفاعلات الكيميائية اللي بتحدثها البكتيريا مع الطعام والتي تسبب تلفه. بل لأن درجة الحرارة المنخفضة تبطئ من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تحدثها البكتيريا مع الطعام والتي تسبب تلفه. طيب السؤال الثاني، تقل شدة التيار المار في موصل بزيادة طوله. كل ما زودت الطول يقل التيار. ليه؟ لزيادة المقاومة. لزيادة المقاومة أو الممانعة التي يلقاها التيار في السلك أثناء سريانه. شكرا لكم.